ويا أهلين وسهلين في يوميات أم البنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. الليلة حأعمل معاكم روتين صباحي كده بإذن الله تعالى. وهنا بعد ما البنات خلاص طلعوا من المدرسة عندهم امتحان، ربنا يوفقهم إن شاء الله. كلها ساعتين وبيجوا رايحين، قلت خلاص بدل أرجع تاني أرقد وكده أخير أقوم شنو يعني أشوف شغلتي وين وكده. المهم جيت حيط المطبخ دي لي يومين شايفاها كده بقت وسخانة شديد، لأنه تحتها بالذات الناحية دي تحتها بوتجاز على طول، عشان كده فيها دهون وفيها زيوت كده زي ما شايفين، والبخار بتاع الحلل ياهو بيمشي عليها وكده. عشان كده قلت شو خلاص أنضفها بالمرة حتى بعد داك أبدأ أشوف عندي شنو وناقصنا شو كده. المهم زحيت البوتجاز كده شوية كده دي، وجبت ياهو موية سخنة كبيت عليها صابون سايل وفلاش اسمه شنو ورشيتها عليه وخليتها لمدة 5 دقايق كده، وياهو جيت دعكتها بالليفة تحت السلك. المهم دعكتها كده نظيف، وزي ما شايفين يعني انه انا بدعك فيها، مع انه والله اخدت معي فترة يعني عشان الزيت والدهن اللي فيها دي مع البخار بيلزق زيادة يعني. المهم هنا بعد ما خلاص غسلتها شايفين يا بنات يعني بقت ما شاء الله تبارك الله، ورشيتها هنا بالموية. وبعد ذاك بخليها تنشف، بفتح عليها الشفاط بتاع المطبخ خلاها تنشف وكده خلاص. وبس للأسف يعني بعد غسلتي دي وكده يعني الفلاش جا على البوتجاز، لأنه كان زحيته شوية كده وخرب لي البوتجاز، مع إنه والله البوتجاز نظيف لكن شفتوا خربوا لي كيف. لكن ما في مشكلة، جات في مالك سامحتك. المهم هنا عندي عجين، عندي كبكبة بلاه من بالليل، قلت خلاص أفرمه عشان شنو فرزني يعني أخده في التلاجة وكده. المهم جيت هنا زي ما شايفين هذه كبيت الكبكبة في الكبة، وياهو عايزة أفرمه، وبعد ذاك بخده في العلب، وبعد ذاك بدخله التلاجة. والله مريح شديد يعني الكبكبة لما يتفرم وتفرزنيه وكده مريح يعني. وقت ما انت عايزة طعمية وبتطلعي لك كيس ياهو بتعمليه على طول. وانا بناتي بيحبوا شديد، بيحبوا الطعمية شديد صراحة. هنا بعد خلاص يعني فرمتها دخلتها التلاجة، وهنا طلعت كيس بتاع لحمة قلت ياهو لحد ما خلص شغلتي تكون فكة يعني، وبعد ذاك اعمل شنو الغدا. وهنا طلعت لحمة المفرومة دي، وقلت خلاص أعمل للبنات برجر عشان لما يجوا من المدرسة يكون يعني شو البرجر جاهز وياكلوه. طبعا هنا يا جماعة اللحمة تحت البرجر ما بتعملي ليها غير 3 حاجات: توم باودر وبصل باودر وملح، ولو عندك مثلا اسمه شنو فلفل أسود. الفلفل أسود على حسب يعني، في ناس بيحبوه وفي ناس ما بيحبوه، بس ما تزيدي معها أي شي، لا بهارات لا أي حاجة. هنا زي ما شايفين كبيت ياهو البصل والثوم الباودر الاتنين ورشة بتاعت ملح وعجنتهم كده دي. وسبحان الله فتشت هنا تحت البرجر حقتي أصلا لقيتها اللي بتطلع لي البرجر المدورة كده، وهنا ما بعرف البنات خدتها لي وين. المهم عملتها بيدي، طبطبتها كده بيدي لحد ما بقت لي دايرة كده، وعملتها برضه الحمد لله يعني شو زبطت يعني. شايفينها عملتها كده. طبعا ما مهم الشكل، المهم الطعم يعني، لكن طلع رهيب 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 شديد. اللهم علمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. والحمد لله هنا كان يعني البنات جو خلاص وياهو أكلنا وكده. وبعديها شايفين يا جماعة، شايفين والله كان طعمه خرافي صراحة الحمد لله. هنا البنات قالوا لي يا ماما عايزين كيكة، قلت لهم من عيوني ليكم ما في أي مشكلة. طبعا وبيقوا شنو بناتي مؤخرا يعني بقينا نستخدم الدقيق بتاع الحبة الكاملة، واستغنينا يعني عن الدقيق الأبيض وكده. المهم قلت لهم خلاص كذا مرة عملت عليهم بالدخن وعجبتهم شديد، قالوا لي عايزينها يا ماما بالدخن، قلت لهم تمام ما في أي مشكلة. وهنا زي ما شايفين كوباية سكر وكوباية حليب
وكوباية إلا شوية كده زيت، ومعلقة بتاعت باكنج بودر، ورشة بتاعت فانيليا، و3 بيضات نضربهم لو عندك المضرب خلاص، لو ما عندك ممكن الخلاطة تضربين كويس لحد ما يعملوا رغوة. بعد ذاك تنزل عليهم بكوبايتين من الدخن، تضربيهم مع بعض كده. بعد ذاك شنو تكبيها ياهو في القالب بتاع الكيك، وتفتح الفرن على درجات حرارة 180، لكن وين تكون تحت يعني. وبعد ما خلاص 40 دقيقة، لمدة 40 دقيقة كده، وآخر 5 دقايق تقفل الفرن من تحت وتفتحيه من فوق عشان يدينا الوش المحمر اللذيذ الظابط ده يعني. وهنا خلاص يعني زي ما شايفين أنا هنا كبيت الدخن، وبعديها ياهو بدخلها على طول وين الفرن. هنا خلاص نزلتها ياهو في هناي في الصينية، وبعد ذاك خلاص بتخش الفرن. والله هم ديمها نعمة يا رب العالمين، واحفظها من الزوال يا رب. وكده يا بنات خلاص هدخلها الفرن، وبتطلع شكلها رهيب لما تطلع، وطعمها خرافي والله. اللي بيجربها تاني ما حيخليها. طعم رهيب يعني، وما في فرق يعني بين دي وبين ديك، إلا بس ياهو طعم الدخن. والدخن أصلا طعمه حلو صراحة يعني، حاجة صحية وكويسة. ولو كنا يعني بنستغنى عن البيض كنت استغنيت عنه، لكن ما تنفع بدون بيض، لأنه لما تسويها بدون بيض ما بتكون متماسكة. هنا شايفين قطعتها كيف رهيبة متماسكة، وطلعت بطريقة كده ما شاء الله تبارك الله يعني، ما فيها ولا كلمة. نقولك شكارتها دلاكتها، بس دي يعني ذاتي اللي بشكل حاجاتي يعني. لكن صراحة الطعم حلو والله، جربوها. طعم رهيب 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 رهيب. وبس كده، دي خلاص آخر لقطة في شايفين متماسكة كيف ما شاء الله. وبكده ينتهى الفيديو، واشوفكم على خير. وما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وكومنتاتكم تزعدني وتشرفني. وحابة كمان أشكر المشتركين الجدد في قناتي، ويا أهلا بكم وسهلين، وشكرا على حسن المتابعة، ومع السلامة.